هو 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 هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وحبا لفريق الوداد الرياضي، الوداد المغربي، وداد الأمة. أنا آسف يا وداد يا رياضي. بتقول ايه يا عم موحى؟ اللي سمع يقول اللي ما سمعش، واللي شاف يقول اللي ما شافش. موحى بيقول بعلو صوته: وانا اسف يا وداد يا رياضي ان انا كنت نايم عنكم الفترة اللي فاتت، والاعلاميين كانت نايمة. الكل يصحى ويفوق. النهاردة الوداد الرياضي وداد الأمة شخصية قوية مرعبة، يفوز على الدفاع الحسني 2-1 2-1 2-1. ومش بس كده، ده بيصل إلى نصف نهائي كأس العرش. أمام مين يا جماعة؟ أمام الرجاء. أقول لكم على حاجة: الدوري المغربي دوري من الدوريات الكبيرة قوي الممتعة، اللي فعلا النهارده بنشوف الدفاع الحسني بيقدم مباراة كبيرة، لكن قدام مين يا جماعة؟ قدام الوداد اللي وصل نهائي افريقيا. قدام مين بقى؟ قدام نادي الاهلي المصري، نادي الاهلي اللي يعني الناس كلها عارفة مين هو نادي الاهلي. النهارده بشوف يعني الحسيني، بشوف النهارده لعيبه الوداد بتلعب كأس العرش. يعني بص يا جماعه، كأس العرش زي كأس مصر عندنا هنا، يعني مفيش حاجه اسمها تعادل، في حد لازم يبقى كسبان. فالنهارده انا شايف مدرب الوداد اللعيبه بتلعب بروح، بكتال، بتلعب بيصه باصه تربتوته، في يا جماعه روح انا شايفها من فرقه الوداد. واللاعب سامبو يا جماعه بجد يعني اللي عمل اداء يا جماعه. يا جماعه انا عايزكم توصلوا الفيديو ده لكل الناس، تعملوا لي لايك بمناخيركم وشير في كل حته تعرفوها. ده انا بعمل اللايف ده وانا تعبان وعامل عمليه، انتوا مش ملاحظين ولا ايه؟ ايوه يا جماعه، ايوه انا عايز اشوف التعليقات المحترمه واشوف اللايكات واشوف الكومنتات عشان اتاكد ان اللايف ده بيظهر لكل الناس. يا جماعه انا اللي عايز اقوله لحضراتكم ثانيه واحده وارجع لحضراتكم.